بعد ما عرفنا المعالج ان هو العقل، تيجي بعد كده الرامات، ودي من اهم الحاجات اللي بتفرق جدا في سرعه استجابه اللابتوب. الرامات او الرام ببساطه هي الذاكره المؤقته اللي اللابتوب بيستخدمها علشان يشغل البرامج مع بعض في نفس الوقت. يعني لو بتفتح جوجل كروم ومعاها وورد ومعاه يوتيوب وممكن كمان فوتوشوب، كل ده بيترمي في الرامات. فلو الرامات قليله، الجهاز هيهنج وهيبقى بطيء مهما كان المعالج بتاعك قوي. خلينا اديك قاعده بسيطه: لو استخدامك خفيف جدا زي تصفح او وورد واكسل، 4 جيجا ممكن تكفي، بس انصحك تبدا من 8 جيجا عشان المستقبل. لو استخدامك متوسط زي برمجه او فوتوشوب خفيف او مالتي تاسكينج، يبقى اقل حاجه 16 جيجا. لو استخدامك تقيل زي الجيمنج ومونتاج تقيل وبرامج 3D، يبقى لازم 16 جيجا وفوق، والافضل 32. وطبعا الرامات دلوقتي نوعها DDR4، وفي لابتوبات احدث بقت بتنزل ب DDR5، ودي اسرع واحدث. الميزه الحلوه ان معظم اللابتوبات بتديك امكانيه انك ترقي الرامات بعد كده، يعني تبدا ب 8 وبعد سنه تزودها ل 16 او حتى 32 حسب احتياجك. طب دلوقتي تيجي تسالني ازاي اعرف اللابتوب اللي قدامي فيه كام جيجا رام؟ بكل بساطه تدخل على السيتنجز، بعد كده سيستم، بعد كده اباوت، هتلاقي قدامك مكتوب انستولد رام، ومنها تعرف الجهاز فيه كام جيجا. كمان خد بالك من نقطة مهمة: مش بس الحجم اللي بيفرق، لا كمان سرعة الرام بتفرق في الأداء، بس النقطة دي بتبان أكتر في الجيمنج والشغل التقيل.